قبل ما ادخل في الحلقه هبدا اقول ان الاسبوع ده كان الماتش الالف ليورجن كلوب مع نادي ليفربول. لما اتسال عن القصه دي بعد الماتش كان رده بصراحه غريب جدا. قرر لسبب ما ان هو يقول انه مبسوط انه ما خسرش الماتش ده وخلص بالتعادل عشان ما يبقاش زي ارسن فينجر اللي خسر الماتش الالف له مع ارسنال. كنت احب بما انه فتح الموضوع ده ان حد من الصحفيين اللي موجود هناك يقول له ان هو دلوقتي في سابع موسم له مع ليفربول، ولحد دلوقتي في نص الموسم بس خسر 6 ماتشات. أرسن فينجر في سابع موسم له مع أرسنال كسب الدوري من غير ما يخسر ولا ماتش. نرجع بقى للجولة دي، وبصراحة الجولة دي حسستنا كده بأواخر التسعينات أوائل الألفينات. أرسنال ومانشستر يونايتد بيلعبوا أحلى ماتش في الموسم وهما الاتنين في التوب فورم وفي المراكز الأولى في الدوري. ليفربول وتشيلسي بيلعبوا واحد من أمل الماتشات اللي في الموسم وهما الاتنين في المركز التاسع والعاشر. طبعا هبدأ بفوز أرسنال 3-2 على مانشستر يونايتد في ماتش كان قوي جدا من الفرقتين. انا هقول الفرقتين علشان مانشستر يونايتد بالذات في الشوط الاول لعب ماتش تقيل جدا وكان بيعمل كاونتر بريس رهيب على دفاع ارسنال وعرف ان هو يبدا ويسجل الجون الاول، ولكن في الشوط الثاني الماتش كان كله ارسنال وسيطره تامه على الماتش بالرغم من الجون اللي مانشستر يونايتد جابه. ولو جينا بصينا على الارقام بتاعه الماتش هتورينا الماتش ده كان شكله عامل ازاي. ارسنال خلص الماتش سيطر 24 شوطه على جون مانشستر يونايتد. في الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد كان شايط 6 شوط بس. من الشوط دي كلها كانت الاهداف المتوقعه على الماتش 2.7 من 10 لارسنال وفاصل 4 من 10 بس لمانشستر يونايتد. لعيبه ارسنال لمست الكوره جوه منطقه جزاء 63 مرة، والناحية التانية لعيبة مانشستر يونايتد لمست الكورة في منطقة جزاء أرسنال 12 مرة بس. ال 63 مرة دول بتوع أرسنال يعتبر أكبر عدد لمسات لفرقة في منطقة الجزاء بتاعة المنافس الموسم ده، وفرق العدد ما بين الفرقتين دول يعتبر تاني أكبر فارق عدد ما بين فرقتين في الموسم لحد دلوقتي بعد ماتش مانشستر سيتي قدام ساوثهامبتون. فالنتيجة والأرقام دي تورينا قد إيه أرسنال كان فعلا هو اللي يستاهل يكسب. بالفوز ده أرسنال بيوصل للنقطة ال50 له في نص الموسم 19 ماتش، ويبقى خامس أكتر فرقة جابت نقط في تاريخ البريمير ليج بعد ما عدى 19 ماتش. وبوكايو ساكا اللي جاب الجون التاني لارسنال بيبقى التالت لعيب بس في تاريخ ارسنال يجيب 3 اجوان في 3 ماتشات ورا بعض قدام مانشستر يونايتد بعد فريدي لونبرج واندري اللي عملوها في سنه 2000 و2001. اتنين لعيبه بقى في ارسنال عايز اتكلم عليهم. هبدا طبعا بادي انكاتيا المهاجم اللي جاب الجون بالضربه القاضيه في الدقيقه 90. هو جاب الجون ده وجاب الجون الاول لارسنال عشان بالجونين دول يبقى من ساعه ما جابريل جيزس اتصاب في كاس العالم ادي انكاتيا لعب مع ارسنال 7 ماتشات كمهاجم اساسي جاب فيهم 7 تجوان. فبصراحه لازم اقول له برافو جدا جدا على اللي هو بيعمله وان هو مش محسسنا بغياب لاعب زي جابريل جيزس عن فرقه ارسنال. قبل ما نخش في اللاعب التاني اللي عايز اتكلم عليه، حد لاحظ تمريره اوديجارد دي؟ المهم اللاعب التاني اللي عايز اتكلم عليه اللي انا بعتبره ممكن يكون احسن لاعب في الماتش ومن اهم اللاعبين في ارسنال في الفتره اللي فاتت دي وهو الكسندر زينشينكو بجد بيلعب باك الشمال بطريقه غريبه جدا عمرنا ما شفناها قبل كده. هو بيبدا الماتش كباك شمال وبعدين طول الماتش لمده مثلا 80-90% منه موجود في كل حته في الملعب بيعمل زياده عدديه في المكان اللي ارسنال محتاجه. خط وسط تلاقي، باك يمين تلاقي، هجوم شمال، هجوم يمين، وينج، في كل المراكز. ولما بيتلعب هجمه مرتده على ارسنال بنلاقيه تاني موجود في مركز الباك الشمال. وحاليا بطريقه لعبه دي يعتبر من اهم اللعيبه اللي في الفريق لحد دلوقتي، ولو كمل بالاسلوب ده هيبقى من احسن ان ما كانش احسن صفقه اتعملت السنه دي. من الناحيه الثانيه بقى مانشستر يونايتد انه برغم الهزيمه انا بعتبر الماتش اللي لعبوه النهارده ده خطوه كويسه جدا وتورينا قد ايه التحسن اللي بيحصل تحت إيريك تين هاج. ومع شويه وقت تحت المدير الفني ده وشويه لعيبه كمان في المراكز اللي محتاجينها مانشستر يونايتد اكيد هينافس على الدوري السنه الجايه. مانشستر سيتي بقى بيكمل الصحوه اللي حصلت له من بعد خسارته الديربي قدام مانشستر يونايتد، فبيكسب ماتشين في 4 ايام. بيعمل رومنتادا رهيبه قدام توتنهام هوتسبيرز بعد ما كان خسران 2-0 بيكسب 4-2 في الشوط الثاني وبعديها بيكسب وولفز 3-0 في ماتش بصراحه كان سهل جدا. ايرلينج هالاند طبعا اللي جاب ال3 اجوان عشان يبقى لحد دلوقتي
في نص الموسم جايب 25 جون في الدوري. الرقم ده كان كافي انه يبقى هداف الدوري الثلاث مواسم اللي فاتت، و16 موسم من كل سنين البريمير ليج، ولسه فاضل نص الموسم. ايرلينج هالاند كده ده رابع هاتريك له في 19 ماتش. اسرع لعيب بعده يوصل لاربعه هاتريك في تاريخ الدوري هو رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد، وجاب الهاتريك الرابع له بعد 65 ماتش. وايرلينج هالاند لسه فاضل له نص الموسم. ايرلينج هالاند كده بيبقى ثالث لعيب في تاريخ البريمير ليج يجيب 4 هاتريك في موسم واحد بعد ألان شيرر وهاري كين، ولسه فاضل له نص موسم. بجد مش طبيعي. ده ديدييه دروجبا الهداف الخطير يعني بتاع تشيلسي في 9 مواسم مع تشيلسي جاب 3 هاتريك. هالاند في نص موسم جايب 4. بجد معجزة تهديفية مش ممكن يعني. نروح بقى الماتش. بصراحه كان ممل جدا، ليفربول وتشيلسي، وكان نتيجته متوقعه جدا، وهقول لكم ليه. مبدئيا ليفربول وتشيلسي بيلعبوا الماتش ده وهم في المركز التاسع والعاشر. من 3 سنين كده كان في نفس الوقت ده 9 وعاشر الدوري لعبوا بعض، وكان الماتش ما بين بيرنلي وشيفيلد يونايتد، وخلص برضه 0-0. ومستوى ليفربول وتشيلسي في الماتش ده ما كانش يفرق خالص عن مستوى بيرنلي وشيفيلد يونايتد في الماتش ده. الماتش بجد كان كله كور غلط، كله لمسات غلط، كله باصات غلط، لدرجه انه في ال90 دقيقه مفيش غير لاعب واحد بس من الفرقتين عمل تمريرات صحيحه بنسبه تعدي 90%، واللعيب ده كان أليسون حارس المرمى. ده كان عندنا لويس هول لاعب تشيلسي عامل 54% بس تمريرات صحيحه، ونابي كيتا في ليفربول مش احسن منه كتير ب 63% بس. المهم بالنتيجه دي ليفربول بقى عنده 29 نقطه بعد 19 ماتش، وده طبعا يعني زي ما تتوقعوا ان ده اقل عدد نقط بعد 19 ماتش عمره عملها تحت قياده يورجن كلوب. مش بس كده، ده في الموسم اللي براندن روجرز أقيل فيه كان عامل مع ليفربول بعد 19 ماتش 30 نقطة، يعني نقطة أحسن من السنة دي. فلازم وبسرعة ليفربول يلحقوا نفسهم، وإلا مش هيوصلوا الشامبيونز ليج السنة الجاية إلا لو كسبوها السنة دي. ونفس الكلام لتشيلسي، بعد ما اشترى 40-50 لعيب مثلا في الفترة اللي فاتت لسه مستواه ما بيتحسنش، ولكن الولد اللي هو مهالي مودريك اللي اتكلمت عنه في حلقة الانتقالات لما نزل بصراحة كان شكله انه يعني هيولع الدنيا في دوري انجلترا. فيمكن ده يكون بريق الامل اللي تشيلسي محتاجه عشان يبتدي يحسن نتائجه في الفترة الجاية. في اخر الحلقه هقول ان الاسبوع الجاي ما فيهوش دوري انجلترا، ولكن في ارسنال ومانشستر سيتي في كاس انجلترا. ماتش بصراحه هيكون غريب جدا. انا ما اعرفش لو انا بيب جراديولا ولا ميكال ارتيتا افكر في ماتش ده ازاي. هل العب بكل اوراقي واحاول اكسبه بس ابقى حرقت عنصر مفاجاه مثلا ممكن كنت استخدمه في الدوري، ولا اضحي بالماتش على امل ان الخساره دي ما تاثرش عليا ذهنيا او سيكولوجيا في الدوري؟ ولا الفرقتين هيلعبوا بالراحه، ولكن المشكله في ان هم لو قرروا يلعبوا بالراحه ان الماتش لو خلص تعادل هيتعاد تاني، واكيد دي اخر حاجه هيبقوا عايزين يعملوها الفرقتين في ظل منافسه الدوري مع دخول بطولات اوروبا، ان هم يبقى هيلعبوا بعض مره رابعه في الموسم. وفي الاسبوع اللي بعدها الدوري هيرجع بماتش توتنهام ومانشستر سيتي تاني. توتنهام اللي في بصراحه موقف لا يحسد عليه، يعني ارسنال عدو اللدود، فهو لو كسب سيتي يبقى بيساعد ارسنال ان هو يكسب الدوري، ولو خسر من سيتي يبقى هو بيقلل فرصه من انه يوصل للتشامبيونز ليج السنه الجايه. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في كل الماتشات دي، واشوفكم الحلقه الجايه.